لو فايق تعالى متع عينك من الفيديو ده. الراجل وزير الخارجيه ده شكله لما بيتعصب بيبقى صعب قوي. قال لهم انا مش عايز اشوف اللي حصل مع سفارتنا بيتكرر تاني. لو البلد اللي انت فيها مش موفره لك امن، خد معاك رجاله من هنا واتصرف. امبارح قدام سفارتنا في نيويورك كام خروف كده حاولوا يقربوا من البوابه، فجاه الرجاله بتوعنا قلبوها فيلم اكشن، شد وجذب وهيلا هوبا ويلا بينا وعينك ما تشوف الا النور، وطفوا النور وقاسوا لهم البيضه اللي في الليه. حتى الشرطه بتاعت نيويورك وقفت تتفرج وما خرجتهمش من المكان ولا اتكلمت وقبضت عليهم. وطبعا ده بعد ما وزير خارجيه هولندا اعتذر وقال لك اي حاجه هتتكرر زي كده تاني هنمسكهم ونعكشهم ونرحلهم على مصر تاني. ولسه من اسبوع تقريبا ماليزيا واندونيسيا برضو مسكوا قدام سفارتنا هناك عندهم شويه خرفان زي دول وقاسوا لهم البيضه اللي في الليه، وقامت وش قبض عليهم وفي السكه للترحيل وبالبيض بتاعهم. واهاليهم يا عيني عاملين مناحه ويعيطوا. بتعيطي ليه يا حاجه؟ في بيضه يا ابني ناقصه. فاللي ما ربوهوش اهله تربيه مصر ورجاله السفارات. ودعي يا مزيكا شيروها لو لا 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 شيروها لو شيروها